السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكم في وصفة جديدة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم الفخيضات ديال الدجاج كيجيو رائعين وكيجيو بنان بواحد التتبيلة اللي هي رائعة وممتازة. بالنسبة لهاد الفخيضات اللي كنديروهم في الفران راهم كيجيو زوينين وكيجيو بنان. يلا غادي نتبعوا معايا هاد الطريقة إن شاء الله وغادي تعجبكم. عندي هنايا 1 كيلو ديال الفخيضات ديال الدجاج. بالنسبة للعطرية كنحتاج واحد معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الخرق معرق، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، نص معلقة ديال البزار، شوية الملحة، واحد 5 الفصوص ديال الثومة، شوية القزبر والمعدنوس. كنحتاج واحد معلقة صغيرة ديال واحد العطرية ديال الدجاج، عاد شي عاد مول العطار تقوليها ليه راه كتجي زوينة. وعندي هنايا واحد شوية ديال الحامض المصير، أولا هداك الجيلاتي اللي كيبقى في الحامض اللي ملي كيكون مرقد كيطلق هداك الماء ديالو، راه كيجينا زوين وكيجينا بنين. وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال لاموطارد، وعندي معلقة كبيرة ديال الكيتشوب. بالنسبة للحامض، إلا عندكم إما ديروا الحامض يعني اللي تيكون موجود، أولا هذا اللي هذا، أولا إلا ما كانش كتاخدوا دوك البابة ديال الحامض المصير وكتقطعوها وكتجي حتى هي زوينة. إلا ما كانش عندكم الحامض تقدروا تضيفوا الخل. كناخدو هاد العطرية ديالنا كاملة وكنديروها في شي إناء، ومن بعد كنضيفو ليها واحد شوية ديال الماء باش كنتخلط لينا ديك العطرية ديالنا، باش الدجاج كيشرب لينا الشرمولة ديالنا مزيان. من بعد ما كنخلطو العطرية ديالنا بحال دابا داك الحامض بحال الجيلاتين كيجي، عرفتي راه خاصك تخلطيه مزيان. ومن بعد كناخدو شي إناء ولا شي حاجة اللي كتدخلوها للفران صافي، وكناخدو دوك الفخيضات ديالنا وكنشرملوهم في هاد العطرية. من بعد ما كنساليو الفخيضات ديالنا بالتشرميله، كناخدو واحد شويه ديال الماء، هذيك الشرموله اللي بقات لينا كنضيفو لها واحد شويه ديال الماء صافي، وكنكبوه فوق دوك ما بين هادوك الفخيضات اللي كنكونوا مستفينهم تما صافي، وكنخليوهم. وهو من الأحسن ملي كنبغيو ناخدو الدجاج كنشرملوه، يعني يبقى لينا 2 سوايع ولا 3 سوايع عاد باش نطيبوه. يعني هاد الطريقة باش كيجينا المذاق ديالو كيجينا زوين. أنا دابا غطيتو خليته مدة ديال 2 سوايع. وبالنسبة للزعتر، أنا راه نسيت ما درتوش المرة الأولى. المهم إما زعيطرة إما الزعتر كناخدو، أنا عندي هنا شوية ديال الزعيطرة، غادي ناخدها وغادي نحكها ما بين يديا. عرفتوا واحد الرويحة كيفاش كتشموها ملي كدوز هذيك 3 سوايع أولا 2 سوايع، كتجي واحد الرويحة هائلة وكتجي فواحد مع ديك العطرية شارب العطرية مزيان، كتكون واحد الرويحة اللي هي زوينة. خديت دابا واحد شوية ديال الزعيطرة حكيتها، يعني هي من الأحسن ديرها المرة الأولى أحسن باش حتى هي كتدخل في الشرمولة مزيان، ولكن أنا نسيتها. ومن بعد كناخد واحد شوية نص كاس ديال زيت العود صافي، وكنكبو وكنخليه. ودابا أنا هنايا راني شعلت الفران، يعني إما ديال الغاز أولا ديال الفران ديال الضو، يعني اللي عندكم. بالنسبة ديال الضو غادي تشعليه ومن بعد غادي تنقصي عليه حتى ل180 درجة، كتخلي ديك الشبيكة لتحت وعاد كنحطو أنايا من الفوق وكنخليه حتى كيطيب واحد المدة ديال ساعة إلا ربع. ولا كان عندك فران ديال الغاز يعني عاد طلعيه الفوق عاد تنقصيه عليه مزيان وعاد تخليه كيطيب مزيان، ما تزيديه لا ما لا حتى شي حاجة، وكيطيب لينا مزيان. ومن بعد ما كيطيب لينا من التحت كطلعيه الفوق حتى كيتحمر لينا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفخيضات ديالنا، كيجيو هائلين وكيجيو بنان وكيجيو زوينين. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك والضغط على زر ليصلكم كل ما هو جديد.